بس- بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم معاكم إن شاء الله قبل بدء مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في دوري الأبطال. إحنا نقول الأهلي هيلعب النهاردة بطريقة 4-5-1. ممكن تسمع الطريقة تقول إزاي 4-5-1؟ الأهلي هيلعب 4-5-1، بس الأهلي في حين ما يمتلك الكورة بيهاجم ب6 لعيبة. ازاي؟ 4 في خط الظهر، ال5 منهم 2 ديفندرين، الهاف ليفت والهاف رايت تحت راس الحربة وراس الحربة. بس راس الحربة أفضل النهاردة محمد شريف مبدئيا. إنما الأهلي لما بيمتلك الكورة وبيطلع بيها، طبعا الأهلي بيطلع بيها من نص الملعب من رجل لرجل، لأن اللاعيبة بتلاقي بعض وقريبين من بعض. فهتلاقي النهاردة في حالة امتلاك الأهلي الكورة من قبل نص الملعب بتاعه، هتلاقيه بيطلع بالكورة من رجل لرجل وبينقلها وبيهاجم ب6 لعيبة. ال6 الهافين وتحت راس الحربة وراس الحربة اللي هو تحت راس الحربة صانع الألعاب أيا كان، قفشة أو مش، إحنا مش عارفين نقول طبعا التشكيلة لأن الأهلي مصاب كتير، فأنت مش هتعرف مين هيلعب النهاردة. هيطلع الطرفين إذا كان محمد هاني أو علي معلول، فإذا هو بيهاجم ب6. والأهلي طبعا لما بيمتلك الكورة عند نص ملعب الخصم بتلاقيه تسليم وتغيير أماكن على طول زي الكراسي الموسيقية كده. ده الأهلي. وأحيانا أنت تقول الأهلي أكتر من 11 لاعب. ليه؟ لأن التحرك صح، بيتحرك من لعيبة بتتحرك من غير كورة. اللعيبة تلاقي مثلا الكرة ناحية الليفت، وأفضل يا ريت يلعب بكهربا ليفت، لأن كهربا بيعمل التكملة وبيخش راس حربة تاني صح، وبيوسع لعلي معلول. نفس الوضع هتلاقي حسين الشحات. حسين الشحات بيكسر لجوه بالكورة، عند جسمه رشيق، تلاقيه يعدي، تلاقيه يسلم، يطلع لمحمد هاني بيخش هو لجوه. فتلاقي الأهلي تغيير أماكن في الملعب. وطبعا تلاقي برضه قفشة يمتلك الكورة. قفشة بيلاقي حسين الشحات، يلاقي محمد شريف، يلاقي علي معلول. الأهلي بيلاقي بعض، لعيبة الأهلي بتلاقي بعض من رجل لرجل مع تغيير الأماكن. مع 2 ديفندرين هو بيأمن طبعا، لأن مفيش حد يقول لك الناس اللي بتتفرج لا الأهلي لازم يلعب هجوم، الأهلي لازم يهاجم، الأهلي لا. الأهلي بيدور الأول على 3 نقاط، يطلع ب3 بونت، دي الأهم. فهو بيوازي، بيعمل توازن ما بين الدفاع، ما بين إن يهاجم إزاي ويطلع بالكرة إزاي صح. فإذا الأهلي بيهاجم ب6 لعيبة. ال2 الديفندرين بتلاقيهم لو طلع محمد هاني تلاقي ديفندر تحت، لأن حسين الشحات بيخش جوه. نفس الوضع علي معلول لما بيروح الطرف الشمال بتلاقي الديفندر مايل عليه السنة، يعني عشان كرة مثلا هجمة تتقطع، هجمة مرتدة كده، فبيعمل أكيد حساب. إنما الأهلي أغلبية الكورة في رجل الأهلي بتعمل خضورة. محمد شريف أحسن لعيب موجود حاليا يتحرك في ظهر المدافعين، أحسن مهاجم بيتحرك في ظهر الاتنين المساكين محمد شريف. أنت ممكن محمد شريف بيضيع جون واتنين، مش بيعجبك أدائه، بينتقده الإعلام. المفروض المدرب الظاهر عليه بيتأثر بالإعلام،
عشان كده بيريح شريف. شريف ما تريحش، لا ليك دعوة بجمهور ولا ليك دعوة بإعلام. انت النهارده نهار ما بتحط اي حد غير محمد شريف، ما الخطورة بتاعتك بدل ما تبقى 80-70% بتفقدها ل50%. محمد شريف بيتحرك صح، انت ليك حلول. انت بيجي بيخش جوه بيخش جوه مكانه، تلاقي قفشه، تلاقي واحد من الدفندرين في التكمله، تلاقي الهاف. لو كهربا انا افضل طبعا، كهربا قالوا مصاب، ممكن اي طرف مكان الظاهر او اي حد بيخش لجوه راس حربه تاني، وبيروح علي معلول، او بيروح الهاف وتحت منه علي معلول. فهم بيعملوا زي يعني عملية إيه؟ تبادل في الملعب. المهم إن ليها كذا حل يعني من اللعيبة، لأن بينفذوا تعليمات المدير الفني. والمدير الفني اللي في الأهلي بيظهر ليه؟ لأن لعيبة الأهلي بتعمل حساب لجماهيرها، وبتعمل حساب لنفسها، وبتعمل حساب للنادي الأهلي، فبتلاقيه بينفذ كلام المدرب، ومع الحماس ومع الرجولة ومع الأداء أي مدير فني بيظهر مع الأهلي. بس الأهلي برضه لازم المدير الفني لازم بيكون شخصية قوية. أنا بس مش هخرج عن الموضوع في النقطة دي دلوقتي. إنما زي ما قلت لك، الأهلي لما بيمتلك الكورة بيطلع من نص الملعب، الأهلي بينقل صح، بتلاقيه راح بالهجمة بيجي في ال18. فالنهارده تلاعب محمد شريف أفضل، لأن أنت كمدير فني انت اللي بتحلها من عندك. طول ما عندك راس الحربة بيتحرك في ظهر المساكين صح، يبقى بيسهل لك كتير كتير من المباراة. انت بتحط حسين الشحات تحت منه في حالة ما تلعب له الكورة ويروح، بتلاقي قفشة يخش مكانه، تلاقي الهاف بيخش راس حربة تاني. حلولك انت كمدير فني، بتلاقي الباك رايت طلع بيجي مكان حسين الشحات لو هو ضم لجوه، لو ضم مثلا طاهر لو لعبها في شمال، بتلاقي لو ضم لجوه دخل راس حربة بتلاقي مكان علي معلول، تلاقي الديفندر مايل ناحية علي معلول. تغطية مثلا في الأهلي مع الهجمات المرتدة، مع استلام، مع تسليم، مع تحرك من غير كورة، تلاقي الأهلي أحيانا بتحس إن أكتر من 11. زي ما قلت لك، لأن الأهلي بيبقى لعيبة زي الكراسي الموسيقية كده في الملعب، مش زي اللاعيبة الفرق البليدة اللي بيسلم الكرة وبيوقف يشوف هيعمل فيها إيه زميلي. دي بتبقى لعيبة بليدة كده، فرقة بليدة ما عندهاش حلول، لا لعيبة ولا ما عرفش برضه ولا مدير فني يعني. فالأهلي إن شاء الله بإذن الله النهاردة يكسب. طبعا اللي قاعد بيستعجل المكسب، لا استعجلش المكسب، لأن مفيش فرقة ضعيفة. ما تقولش أنا داخل القطن الكاميروني ده ضعيف. اتفرج صح، أنت كجمهور اتفرج صح، لأن أحيانا المحللين بتبقى برضه زي الجماهير كده. فإن شاء الله بإذن الله الأهلي ياخد ال3 بونت، ياخد اللي هو عايزه من المباراة. والناس ما بصش لسان داونز بعد المباراة، ما بصلهاش قبل المباراة. ازاي انت بتبص الفرقة عندك مباراة في دوري الأبطال وبتبص للماتش اللي هيبقى بعديها؟ ازاي يعني؟ أنه منطق يقول كده يعني أنا عارف، أنا مش فاهم الاستوديوهات التحليلية اللي بيقعدوا فيها اللاعيبة اللي لعبت كورة. أنا ما اعرفش ازاي بيتكلموا على مباراة قبل المباراة دي. يعني هتتلعب بعد المباراة اللي هتتلعب يقول لك أهم حاجة مباراة سان داونز وأنت قدامك قطن الكاميروني. ازاي يعني؟ لما انت افترض انك انت تعادلت في مباراة زي كده، مش لا هتبص على سان داونز ولا هتبص على صن حتى. فازاي الاستوديوهات التحليلية والإعلام واللي يتكلموا على مباراة ولسه هتلعب مباراة تانية؟ يعني منطق يعني. فأنا بستغرب على الإعلام وبستغرب على الاستوديوهات التحليلية.
انما تقدر تعدي ان شاء الله القطن الكاميروني، وتقدر تقول ان انا اقدر اقول لك ان هياخد صن داونز، الاهلي هياخده هناك، لان الاهلي هيلعب بطريقه صح. الاهلي هيلعب بطريقه صح، فهياخد الثلاثه بونت. وبعدين الاهلي لما يكون رايح مباراه زي كده بيجيبها. ما تبصليش على ان هو متعثر مباراتين قبليها او 3 مباريات، ما تبصليش على كده. لا، ده مش الاهلي، مش لعيبه الاهلي. لعيبه الاهلي اي مباراه صعبه بتبقى رايحه، ولو عندي اخفاق قبليها، لا ما تبصليش على انه هو لعب مباراتين 3، لا الاهلي وحش. الاهلي لا، مش الاهلي. الاهلي بينسى المباراتين ال3 اللي قبليها وحشين، بينساهم. كأن ملعبهم، فتلاقيه ياخد بعد كده قصادها موسم يعني. فإن شاء الله بإذن الله الأهلي يكسب النهاردة. وزي ما قلت لكم هيلعب ب4-5-1، بس بتتقلب لما الأهلي يمتلك الكورة. بيهاجم ب6، بيطلع من نص الملعب للخصم ب6 لاعب. الاتنين الهفات مع محمد شريف مع قفشة مع لاعب من نص الملعب، عشان احنا مش التشكيل ما نقدرش نقول عشان الإصابات اللي عند الأهلي، مع الباكين. فبتلاقيها 6 لاعب. الاتنين ديفندر اللي بيلعب بيهم الأهلي، واحد بيمين ناحية الهاف رايت، لأن بيطلع محمد هاني الباك، فهو بيبقى مايل تحت منه. نفس الوضع بيبقى تحت علي معلول هاف ليفت. فتلاقي الديفندرين موازين، يعني موازين الملعب. فإن شاء الله بإذن الله نطلع بعد المباراة نتكلم على الأهلي إن شاء الله لما يكون أخذ ال3 نقاط بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.